الفيلم بيبدأ في مدينة نيو جيرسي، وبنشوف سواق نقل شغال في مصنع هناك، والسواق ده بيكون بيتكلم مع مديره اللي بيطلب منه يوصل شحنة حساسة لمكان معين مقابل مبلغ محترم. السواق ما بيسألش كتير وبيوافق فوراً، وبياخد 3 عربيات مليانة بالحمولة دي علشان يوديها لمكانها. والرحلة دي بتستلزم إنه يعدي من نفق طويل بيربط نيو جيرسي بمانهات. في نفس الوقت بنشوف ضابط مرور اسمه جورج بينزل النفق علشان يتابع شغله هناك، وبيكون بيتواصل مع خطيبته جريس اللي بتشتغل في غرفة المراقبة الخاصة بحركة الطرق، وهي من موقعها هناك بتشوف كل حاجة بتحصل جوه النفق وبتراقب الوضع. في مكان تاني بنتعرف على ماد، كاتبة شابة عندها موهبة كبيرة، بس الظروف مش ماشية معاها وبتقرر تسيب نيو جيرسي وترجع تعيش مع أهلها في منهاتن. ده بيخليها برضو تستخدم نفس النفق في طريقها. وفي نفس الوقت موديل إعلانات مشهور اسمه روي بيكون متجه برضو لمنهاتن، وزوجين كبار في السن اسمهم إليانور وكوبر عندهم مشوار هناك فبيركبوا نفس الطريق. كمان في عربية بتنقل مجموعة مساجين متجهة لمنهاتن، وسواق تاكسي اسمه كيت بيكون معاه زباين رايحين لنفس الاتجاه، غير عيلة مكونة من الأب ستيفن، الأم سيرا، وبنتهم الصغيرة آشلي اللي هم كمان في نفس الطريق. المشهد بيتحول فجأة لما مجموعة لصوص بيهاجموا راجل بيسرقوا عربيته وبيحاولوا يهربوا بيها. الشرطة بتدخل في مطاردة شرسة معاهم، وفي النهاية العربية بتاعت الحرامية بتدخل النفق وبتتصادم بعربيات النقل ال3 اللي كانت شايلة الحمولة الحساسة. الصدمة دي بتسبب انفجار ضخم بيهز النفق بالكامل وبيؤدي لانهيار جزء كبير منه، وبيتسبب في حصار مجموعة من الناجين جوه من غير أي مخرج واضح. كيت اللي كان لسه واصل النفق بيوقف على الباب بسبب الدمار اللي حصل، لكنه بدل ما يقف يتفرج بيقرر يساعد المصابين، ووقتها بنلاحظ إنه عنده خبرة كبيرة في الإنقاذ. بعد لحظات بيتكلم كيت مع قائد فريق الإنقاذ فرانكي، ونعرف من كلامهم إن كيت كان منقذ سابق لكنه خرج من الشغل بسبب مشكلة حصلت معاه زمان. دلوقتي فرانكي بيشرح لكيت إن الوضع جوه خطير، وإن النفق مسدود من الناحيتين، والضغط اللي بيزيد ممكن يخليه ينهار بالكامل في أي لحظة. والأخطر من كده إن مخرج الطوارئ اللي المفروض يستخدموه للهروب مش آمن، ولو حد حاول يخرج منه ممكن ينهار فوق دماغه. وسط كل ده جورج بيحاول يجمع الناجين جوه النفق وبيطمن عليهم، فبيلاقي ستيفن وأسرته، وبيقابل روي اللي بيقترح إنهم يستخدموا مخرج الطوارئ علشان يهربوا، لكن جورج بيكون متردد. في الوقت نفسه مادي بتخرج من عربيتها وبتلاقي إن عربية المساجين انقلبت والمساجين لسه جواها، بتساعدهم على الخروج، لكن واحد منهم اسمه مايكي بيكون في حالة صدمة ورافض يتحرك. مادي بتحاول تشجعه وبالفعل بتنجح في إخراجه، لكن أثناء خروجهم بيلاقوا سلك كهرباء مفكوك ممكن يولع المكان كله. بسرعة مادي بتتصرف وتمنع الحريق، وده بيدي الجميع فرصة للنجاة. في نفس الوقت كيت بيقرر يدخل النفق من خلال مراوح التهوية، لأن ده الحل الوحيد للوصول للنجي. المهمة بتكون صعبة جدا، خاصة إن المراوح دي بتشتغل بقوة الدفع، لكنه بيقدر يعدي منها بأعجوبة. أول ما بيوصل للناجين بيلاقي إن روي سبقهم ودخل مخرج الطوارئ لوحده محاولا يلاقي طريق للخروج. كيت بيعرف إن ده تصرف متهور فبيجري وراه علشان يمنعه، لكنه بيلحقه وهو بيحاول يتسلق باستخدام حبل، وبيصرخ فيه إنه لازم ينزل فورا لأن المخرج ممكن ينهار عليه في أي لحظة. رغم إن كيت حذر روي إنه ما يحاولش يخرج من مخرج الطوارئ، إلا إن روي بيتجاهله وبيصمم يمشي في طريقه. فجأة كيت بيلاحظ إن المخرج بدأ ينهار، فبيضطر يسيب روي وينقذ المسجون اللي معاه بسرعة، وبالفعل المخرج بينهار بالكامل على روي وبيتسبب في وفاته. لكن كيت والمسجون بيقدروا يهربوا في آخر لحظة. المصيبة مش بتخلص هنا، لأن انهيار المخرج بيتسبب في انفجار صغير، وده بيؤدي لإصابة واحد من المساجين إصابة خطيرة. بيحاولوا يساعدوه لكنه بيظل يحتضر لحد ما بيموت، والكل بيتأثر بموقفه. لكن مفيش وقت للحزن لأن مصيبة جديدة بتحصل. جزء كبير من النفق بينهار، ومياه البحري بتبدأ تدخل وتغرق المكان بسرعة. الناس كلها بتصاب بالذعر، لكن كيت بيحاول يطمنهم وبيقولهم إنه عنده خطة. الخطة ببساطة إنهم يتحركوا ناحية نيو جيرسي، لأن النفق هناك طالع لفوق فالمياه مش هتملاه بسرعة. وكمان كيت بيخطط لتفجير جزء معين في النفق علشان يعمل حاجز يبطئ تدفق المياه ويمنعها من إغراقهم تماما. بيطلب كيت من جورج إنه يروح ناحية مانهاتن علشان يشوف فريق الإنقاذ وصل لحد فين. في الوقت اللي كيت بيبدأ ينفذ خطته بياخد مادي وبيتوجه لمكان مناسب في النفق، وهناك بيربط المتفجرات بحبل وبيطلب منها تمسكه. بعد كده بيروح بنفسه ويثبت المتفجرات في المكان المحدد، وبعد تعب ومجهود كبير بيرجع لمادي بياخد منها الحبل وبيبعد قدر الإمكان قبل ما يفجرها. الانفجار بيهز النفق وبيسبب تحرك عربية بشكل مفاجئ ناحية كيت وماد، لكن في آخر لحظة كيت بيسحب مادي بعيد وبيبعده عن الخطر. الانفجار نفسه بيتسبب في انهيار جزء من النفق، والجزء ده بيعمل الحاجز اللي كيت كان مخطط له، فالمياه بتبدأ تقل وتتباطأ. الخطة نجحت أخيرا. في الوقت ده جورج بيرجع ومعاه خبر
إن فريق الإنقاذ بيحفر ناحية مانهاتن، وده معناه إنهم قربوا يخرجوا الناجين، لكن كيت بيحذرهم إن الحفر ممكن يسبب انهيار النفق بالكامل، فبيقولهم إنهم لازم يلاقوا مخرج قبل ما ده يحصل. فجأة بتحصل كارثة جديدة، عربية بتتحرك في النفق وبتخبط جورج وبيتحبس تحتها. الكل بيتجمع بسرعة وبيحاولوا يحركوا العربية بصعوبة، وأخيراً بينجحوا في تحرير جورج، لكنه بيكون مصاب بإصابة خطيرة في رقبته. بيحطوه على خشبة علشان يثبتوه، لكنهم مش عارفين هيخرجوه من هنا إزاي. في اللحظة دي الحاجز اللي عملوه بالمتفجرات بيبدأ ينهار، والمياه بتندفع مرة تانية بكميات ضخمة. كيت كعادته ما بيستسلمش، بيفضل يدور على أي حل لحد ما بيلاقي مكان بعيد عن تدفق المياه. بيروح بسرعة ويبلغ الكل إن ده هو طريق النجاة الوحيد، لكن في مشكلة، الطريق ده محتاج إنهم يعوموا شوية تحت المية للوصول ليه، وجورج مش هيقدر يعمل كده. جورج اللي عارف إنه هيموت لو فضل في النفق بيطلب منهم يسيبوا ويكملوا طريقه. كيت بيرفض في البداية، لكنه في الآخر بيضطر يوافق بعد إصرار جورج، وقبل ما يسيبه جورج بيديه الأسورة اللي كان ناوي يديها لها لخطيبته جريس، وبيطلب منه إنه يوصلها ليها. كيت بياخدها في مشهد مؤثر جدا وبيسيب جورج ويمشي مع الباقي. بعد مجهود كبير الكل بيقدر يعوم لحد ما بيوصلوا للمكان الجاف، لكن قبل ما يفرحوا بيلاقوا إن المياه بتندفع ناحيتهم تاني بسبب انهيار جديد في النفق. الكل بيحس إن النهاية قربت، لكن كيت بيلاقي حائط ضعيف وبيبدأ يهده، وفعلا بيكتشف ممر سري ممكن يخرجهم منه. الكل بيتحرك بسرعة ناحية المخرج الجديد، لكن كوبر اللي مراته إليانور ماتت بسبب البرد بيرفض يسيبها. كيت بيحاول يقنعه بصعوبة، وأخيرا كوبر بيوافق وبيمشي مع المجموعة. بعد رحلة شاقة بيوصلوا لسلم بيؤدي لمخرج صرف صحي يقدروا يخرجوا منه، وبيفرحوا إنهم أخيرا على وشك النجاة. لكن لما كيت بيحاول يطلع السلم بينهار فجأة. كيت بيقع في المية ومادي بتحاول تساعده لكنها بتقع معاه. الكل فوق بيحاول يساعدهم لكنهم مش بيقدروا، وبيضطروا يسيبوا كيت ومادي ويمشوا. النفق بينهار أكتر وبيبقى واضح إن مفيش أي طريق يخرجهم من المكان ده، لكن كيت مش بيستسلم. بياخد مادي وبيتحرك بسرعة وبيلاقي مجموعة متفجرات كان شايلها معاه، بيفجرها علشان يفتح طريق خروج جديد. وبعد معاناة شديدة بيقدر هو ومادي يهربوا من النفق في آخر لحظة. أول ما بيخرجوا بيلاقوا رجال الإنقاذ في انتظارهم، وأخيرا بيكونوا في أمان. كيت بيقابل جريس ويديها الأسورة اللي كانت مع جورج، وبيقولها آخر كلمات جورج قبل ما يموت. جريس بتتأثر وبتنهار من الحزن، لكن بتعرف إن جورج مات بطل. وفي النهاية كيت ومادي بيمشوا مع المسعفين وبيتكلموا مع بعض وبيعترفوا بمشاعرهم لبعض وبيقرروا إنهم يتجوزوا. وكده بينتهي فيلمنا النهاردة. متنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس ولايك. بس كده، سلام.